في الشأن الاقتصادي يقول: علينا أن نتجاوز خلافات الماضي. يهمنا كثيرا أن نعرف كيف تتابعون في نيجيريا هذه الإنجازات التي يحققها المغرب في قضية وحدته الوطنية. اليوم العديد من الدول غيرت رأيها، أصبحت تصطف إلى جانب المملكة في دفاعها عن وحدتها الترابية. هناك اعتراف أمريكي بين اليوم بالسيادة المغربية على كامل صحرائه. أنتم في نيجيريا كيف تتابعون هذه المسألة؟ أعتقد أنه هذا من الأمور التي نحيي المغرب عليها، لأن أعود كما قلت من قبل أن المقاربة المغربية للأمور مقاربة هادئة حكيمة متزنة، وهي مقاربة يجب أن تدرس بالتأكيد. الآن تطرح في الأكاديميات وفي الجامعات، لأنها مقاربة ليست فيها يعني ما يمكن أن نطلق عليه مقاربة من جانب واحد، إنما هي مقاربة شاملة. الملف عمل دبلوماسي منظم، وأيضا قناعة لدى هذه الدول. أرجو أن أؤكد على هذه النقطة، قناعة لدى هذه الدول أنه قد حان الوقت لتحرك بشكل أو بآخر لإثبات الحق المغربي في وحدة أراضيه. طيب، أعود مرة أخرى إلى محمد الشرقي. ما رأيك في هذا الكلام أستاذ محمد شرقي؟ والله الأستاذ أخضر عبد الباقي يعني لا يجيبك يعني بشكل مباشر، يعني هو يستعمل كلمات جميلة في حق المغرب، نشكره على ذلك. طيب، ننتقل مباشرة إلى أبوجا لينضم إلينا من هناك الدكتور الخضر عبد الباقي محمد. نحن سعداء جدا باستضافتك، أهلا وسهلا بك دكتور معنا. أهلا وسهلا، وأنا أشكركم على الاستضافة وشكرا لضيوفك الأكارم. بأي عين تنظرون إلى المغرب؟ تريدونه صديقا، شريكا اقتصاديا، ماذا بعد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية نيجيرية بعبق النيجيري إلى الشقيقة المغرب وإلى إخواننا المغاربة. كل تحية للقناة ميدي تي في على الاستضافة. طبعا هذه العلاقة كما تفضل الأساتذة الأفاضل علاقة قديمة، ولكنها تجذرت بشكل قوي في الآونة الأخيرة في عهد الأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأخيه فخامة الرئيس محمد بخاري. طبعا كما تفضل الأساتذة علاقات تجذرت في عمق التاريخ حتى في القرون القديمة، ولكننا لا نريد أن نغل في الرومانسيات التاريخية أكثر بقدر ما ننظر إلى واقعنا الذي يعني أعاد هذا الواقع وأعاد صياغتها الرئيسان أو القائدان لبلدينا فخامة الرئيس محمد بخاري وجلالة الملك محمد السادس. ننظر إلى العلاقات المغربية النيجيرية بإكبار إلى هذه ما شهدته هذه العلاقة في الآونة الأخيرة من تحسن ملحوظ له انعكاساته على جوانب مختلفة، ولكن لا أخفيكم سرا أن الجانب الاقتصادي في هذه العلاقة أعطى الدفعة قوية لهذه العلاقة في الآونة الأخيرة، ولكن كما تفضل الأخوان الكريمان الأساتذان الأستاذان العزيزان أن الجانب الروحاني والجانب الثقافي والجانب الروحاني في هذه العلاقة هي التي تمثل الرافعة لهذه العلاقة. نحن نعرف مدى مكانة المغرب بالنسبة لنا نحن النيجيريين، مكانة المغرب روحيا، ومكانة المغرب علميا، ومكانة المغرب ثقافيا. نحن مرجعيتنا الثقافية ومرجعيتنا العلمية لعلمائنا ومشايخنا وكبار علمائنا لها جذور مغربية وعلماء مغاربة
الذين أثروا في الحياة، في عمق الحياة الثقافية العلمية والفقهية تحديدا في الشارع النيجيري وفي الحياة الدينية النيجيرية. طبعا إذا أتتنا فرصة أخرى سنفصل في هذا الجانب. ونحن نبادلكم هذه المحبة والاحترام. أعود مرة أخرى إلى الأستاذ محمد الشرقي. تطرقت في التدخل الأول إلى هذا المشروع الضخم أنبوب الغاز الذي سيكون له فوائد جمة على البلدان التي يمر بها. ليتك تضعنا في نجاعة هذا المشروع وكيفية تمويله. نحن نتحدث عن 20 مليار دولار دكتور. وهو هذا المشروع يعني أعتقد أن العالم كله اهتم به من البداية، بالتالي يعني هذا مشروع جدي، مشروع له مستقبل، ومشروع يعني سيعود بالنفع على 300 مليون يعني نسمة من سكان يعني شمال وغرب القارة الإفريقية، وهم يعني نقول شعب واحد، لأنه كما تفضل الأساتذة يعني يجمعهم تاريخ، يجمعهم دين، تجمعهم عقيدة، وتجمعهم إرادة ورغبة يعني في أن يعني يكون لإفريقيا اليوم يعني إجابة على العديد من التساؤلات. إفريقيا لها إمكانيات كبيرة جدا، لكن ضيعت وقتها، ضيعت عقودا كبيرة وعقودا طويلة في نزاعات وفي يعني صراعات وفي أشياء هامشية أضاعت على إفريقيا التنمية. واليوم يعني بفضل جلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري يعني محمد بوهاري هناك إدراك بأهمية البعد الاقتصادي لتطوير إفريقيا. وكما نعلم نيجيريا هي ثاني اقتصاد في القارة الإفريقية، والمغرب هو رابع او خامس اقتصاد في افريقيا، وبالتالي هذان البلدان يملكان يعني ما يمكنهما من خلق يعني تكامل افريقي ويجمع حولهما يعني بقيه يعني على الاقل يعني حوالي 20 دوله. طيب تفضلت يا استاذه وطرحت السؤال حول قيمه المشروع. اعتقد المشروع يعني 20 او 25 مليار دولار لا يبدو يعني مبلغا كبيرا اذا قسناه بالفوائد التي ستعود على 15 دوله يعني من نيجيريا الى يعني بالترتيب يعني نيجيريا، بنين، توغو، غانا يعني لذلك نعم. سألتك كيف سيتم تمويله؟ هل هناك تفاهمات؟ نعم، يعني التمويل هناك في البداية تم التوقيع بين مؤسستين سياديتين مغربية ونيجيرية، يعني الصندوق السيادي إتمار، الصندوق نعم. المغربي، صندوق المملكة هو سيادي، والصندوق سوفرين فوند ديال نيجيريا وأيضا صندوق سيادي. فبالتالي يعني التمويل هنا يعني سيشرف عليه هذان الصندوقان. طبعا في مثل هذه المشاريع الكبرى ياتي دائما القطاع الخاص، يعني وتاتي التمويلات الدوليه والبنوك، البنك الدولي والبنك الافريقي، البنك الاسلامي، البنك العربي، البنك الالماني، الياباني. اتوقع يعني دخول العديد من الاطراف الماليه. ويعني اليوم اللي هو شيء جميل جدا ربما لم يتم الحديث عليه، وهو تصديق ومصادقه وترحيب الاتحاد الغرب افريقيا مجموعة سيداو يوم 10 ديسمبر، في اليوم الذي اعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. في هذا اليوم صدر يعني التصديق بالإجماع على أن هذا المشروع هو مشروع مهم جدا، وبالتالي لم يعد المشروع فقط هو بين المغرب ونيجيريا فقط، بل انضمت إليه الدول كلها ديال سيداو. وهناك اليوم إدماج، أو المشروع سيكون هو إدماج المشروع 3 مشاريع في مشروع كبير، هو ما يسمى غاز أو أنبوب غاز غرب إفريقيا الموجود فعلا بين نيجيريا وبين بنين وتوغو وغانا. هذا المشروع اللي فيه مليار دولار واللي تساهم فيه الشركات الأمريكية، شركة شيفرول تكساس مثلا تشارك فيه ب 37%، أو تشارك فيه شيل الهولندية البريطانية ب 17 أو 18%، والدولة طبعا ديال نيجيريا تشارك ب 25%. فبالتالي هذا النوع من التمويلات يمكن إسقاطها على المشروع برمته. ثم ما ننسى هناك مشروع مهم جدا بين السنغال
وبين موريتانيا سيبدأ العمل فيه في الشهور المقبلة إن شاء الله. ومن شأن هذا المشروع أن يندمج أيضا في المشروع الكبير اللي هو مشروع يعني الغاز النيجيري المغربي، ليتحول إلى مشروع كما قلنا مشروع قاري يربط بين يعني القارة الإفريقية والقارة الأوروبية، يجلب إلى الاستثمارات ويمكن ملايين الشباب من العمل. لا ننسى لأن هذا المشروع يعني في كل منطقة سيتم تقسيمه
عدد من المناطق. طيب. وبالتالي سيكون هناك إمكانية كبير. يعني كل بلد أن يستفيد منه، وبالتالي التمويل هنا سيكون تمويل في إطار ما يسمى تنمية القارة الإفريقية. وطبعا يعني يمكن أن نفصل في أشياء كثيرة. هذا المشروع مهم جدا. طيب، سنعود إلى ذلك لاحقا.